يا مساء الجمال على جيش في المود. النهارده جايب لكم فيلم اكشن تقيل، وانا عارف انتوا بتحبوا الافلام الاكشن، فانت لو جديد اشترك وفعل زر الجرس وتعالى نخش على الفيلم عشان ما اطولش عليكم. يلا بينا. مننا بيبدأ بالبت دي وكان بيترمى من قلب العربية، ومرة واحدة بنشوف اللي الشخص ده طالع وكان مولع سيجارة عادي جدا، ودي بتكون مستشفى وبيشوفها ودخلها على طول على العناية المركزة، وبيسألها جوه بيقول لها ايه اللي حصل معاكي او مين اللي يعمل كده فيكي. تفضل تقول اسم واحد بس وبيكون اسمه نيك، ودي بيكون اسمها هولي. وعلى طول بنروح هناك وكان واخد العربية بتاعته وبيتحرك على مكان شغله، والمكان الشغل ده بيبقى عبارة عن اللي هو أي حد بيبقى عاوز بوتوجارد لمدة يوم هو بيبقى تحت أمره. وبنروح وبنشوف صاحبه ولي وهو كان شغال معاه وبيكونوا أصدقاء جدا. مرة واحدة بنشوف اللي الشخص دخل عليهم بيكون اسمه سويرس، وبيخش لولي وبيقول له أنا عاوز نيك. قوم جاي قايل له ما هو واقف وراك أهو. بيروح له وبيقول له أنا عاوزك تكون الحارس الشخصي بتاعي لمدة يوم. قوم جاي قايل له أنا ما بحميش حد أصغر من 22 سنة. بيقول له لا أنا عندي 32 سنة وأنا أصلا مليونير. يقول له هات كرسي وتعالى. أيوه أول ما سيرة الفلوس تيجي لازم على طول نغير قرارنا. ففعلا بيروح يجيب كرسي وبيقعد وبيقول له أنا باروح أتأمر في كل مكان وبكسب كتير، بس الناس بتضربوني وبياخدوا مني الفلوس بتاعتي وبيعملوا معايا حوارات كتير عشان ما اخدش الفلوس. بيقول له تعالى احميني وفي نفس الوقت ألعب وأنت كذلك هتاخد مني فلوس. فنيك بيقول له بطل كذب، عموما مفيش حد خالص بيتضرب وبيأمر. بيقول له لأ أكمن أنا ضعيف جسمانيا أصلا وبخاف من أي حاجة. بيقول له خلاص قابلنا بكرة الساعة 7 في الكافيه. وبروح ونشوف نيك وقاعد في الكافيه ده وبيكون عارف البنت اللي قدامه بيقول لها العصير بتاعه فعلا بتجيبه. ومرة واحدة بنشوف اللي فيه تليفون جاله، البت بتقول له فدي هولي وهي اللي بتكون بترن. وبنتهي بقى المشهد وبنروح على طول لنيك. هو كان واقف قدام بيته وبيخبط، بتقول له خش. فبيخش جوه بيتكلم بيقول لها انت اتكلمين من ورا الجدران كتير. بتقول له ما أنا مش عاوز ابلك عشان انا وش وحش. بيقول لها بس تعالى. وفعلا بتطلع له وبنشوف اللي هي مضروبه، ودي اللي بتكون مضروبه في اول الفيلم. وبتروح وبتحضنه وبيكون نيك مستغرب جدا. كانت لسه رايحه تحكي له على اللي حصل معاها، فبيقول لها ايه اللي حصل في وشك ده. بتقول له تعالى انا احكي لك. وفعلا بيخش جوه وبتبدا تحكي له وبتقول له انا كان عندي حفله في اوتيل ورحت فعلا وكان معايا 3 في قلب الاسانسير، والثلاثه دول ما بيطلعوا فوق وبيقولوا لها تعالى احنا علينا حفله على الضيق. بتقول لهم لا انا تعبانه ورايا حفله تانية. ففعلا بيقول لها لا بس تعالى. وبتروح معاهم. اول ما تخش جوه بتقول لهم فين الحفله. بيقولوا لها انت الحفله. فنيك بيقول لها انت عاوزه مني ايه دلوقتي. بتقول له انا عاوز اعمل عليهم قضيه او ارفع عليهم اي حاجه تدينهم. بيقول لها انا ماليش دعوه بالحوار ده كله، الحوار ده كله انت المفروض تروحي تقوليه لمحامي. بتقوم جايه له انا ما اعرفش اي حد هنا. بيقول لها ما انا ماليش دعوه، المفروض تقولي للمحامي او المفتش. بتقول له ده هم كانوا هيخلصوا عليها كمان وانت عارف اللي انا بحبك. بيقول لها خلاص انا لو عرفت اعمل اي حاجه هعملها. وبيسيبها وبيمشي وبيروح للكافيه ده وبيكون واحده هناك مستنياه وبتكون سمره وبيكون اسمها ديدي. واول ما بتخش بيقول لها انا عاوز منك طلب. بتقول له انا عارفه انت جاي على ايه، وبتكون عارفه كل حاجه. بتقول له دول ساكنين في غرفة رقم 3506 في الأوتيل وبيكون اسمه داني، وده بيكون ابن أكبر رئيس حسابه موجود في المدينة حاليا. وبتقول له إياك تغلط مع الأشخاص ديت عشان دول ما بيغلطوش ودول بيخلصوا على أي حد بيقف قدامهم على طول. بيقوم بيسها وماشي وبيروح وبنشوفه هو بيتكلم مع هولي وبيقول لها عرفت المكان. وبيكون الغرفة بتاعتهم رقم 3506. أول ما تتكلم بالليل اللي هو مقفل في وشها وراح على طول على الأوتيل ده عشان بيكون معاه الميعاد مع سويرس. وبيروح وبيستناه وبالليل سويرس داخل عليه بيقول له انا اسف على التاخير. وفعلا بيفضل يلف حبه وفي الاخر بيروح على المكان ده. وسويرس بيقول له المكان ده وحش جدا التانيين احسن منه. بيقول له المكان دوت انا عارفه وعارف كل اللي شغال فيه. وفعلا بيخش جوه وسويرس بيبدا يتامر. والبنت دي بتروح لنيكو بتقول له ان الشيفت بتاعه هيبدا دلوقتي انت عاوز مني اي حاجه تانيه. بيقول لها لا. وفعلا بيسيبه ويتمشي ويفضل قاعد مع سويرس لفتره طويله جدا. واول ما بيخلص سويرس بيروح له ونيك بيقول له انا خلاص كده خلصت الشغل بتاعي انت عاوز مني اي حاجه ده. بيقول له لا طول معايا حبه وهديك حساب كل ده. بيقول له لا ماليش دعوه باي ده انا هاخد بعض وامشي. وفعلا بيسيبه وبيمشي. وبنشوف بعدها على طول عند ويلي وهو بيكلمها بيقول لها انا عرفت كل حاجه عنهم وقلت لك عليها على كل حاجه. بتقول له بس خش جوه عشان نتكلم جوه. ليدا تقول له انا مولياك كل حاجه انت ازاي قلت لي الكلام ده المفروض انت اللي تخلص عليه. بيقول لها انا ماليش دعوه. بتقول له ازاي مالكش دعوه انت المفروض انت اللي تحميني. بيقول لها انا مال ومالك. تقوم جاي له لا روح وخلص عليهم. بيقول لها ده بدون ما معاهم اسلحه انا لو مت انت تعمل ايه. بتقول له انا هزعل بس حبه وخلاص الموضوع فك. وعلى طول بنشوفه وهو ماشي في الطريق وبيروح لهم فعلا وبيخبط على الباب وبيلاقيه بيتكلم مع الواد ده ويكون ده بودجارد منهم. بيقول له انا جاي لداني. بيقول له انت جاي تبع مين ولا انت اصلا مين. بيقول له انا جاي تبع حاجه شخصيه مش اكتر. بيقول له
دخلني بس ليه؟ بيقول له لا بس انت ماشي من هنا ومالكش دعوه بالموضوع ده. بيقوم جاي قايل له ده باني تابع بيبي. بيقوم جاي في الباب في وشه وماشي، وبيخش جوه لصاحبه، وصاحبه بيقول له مين اللي كان على الباب؟ بيقول له واحد صاحب بيبي. فصاحبه بيقوم جاي قال له يا مغفل، واللي على طول اللي هو راح فاتح الباب، وبنلاقي اللي نيك دخل جوه وبدا يتكلم معاه وبيقول له انا عاوز داني في حوار خاص. بيقوم قال له خلاص ماشي ادخلك عنده. فعلا بالليل اللي هو داخل عنده بيقول له انا جاي لك بخصوص البنت اللي كانت عندك امبارح وبهدلتها. ليه؟ بيفضل يضحك عليه وبيقول له ده بنت عادي مالهاش اي 30 لازمه، انت جاي عشان خاطرها ليه؟ بيقول له لا دي صاحبتي ما ينفعش ان انا اسيبها. وبنلاقي اللي داني فضل يضحك وبيقوم بيروح يجيب له 50,000 دولار وبيقول له تاخد دول ما تتمشي. بيقول له انا مش هبيع حد عشان خاطر الفلوس. وبنلاقي اللي بودجاردات خلاص واخداه وماشيه، بس الموضوع هيمشي عادي كده. لا بنشوف على طول اللي هو نازل تخبيط فيهم وما عادش راحم ولا واحد فيهم، والاثنين كل واحد منهم بياخد بوكس بينام على جنبه. بنلاقي اللي مره واحده اللي داني رفع عليه السلاح وخلاص كان هيخلص عليه، بس الطلقتين نيك بيتفاداهم. بيلاقي له حادف حاجه يمته وبيقع على الارض وبيغمى عليه، وعلى طول بنشوفه وهو مربوط واللي بتخش عليه. وبالليل اللي هو بيفضل يتحايل عليه عشان ما تعملش فيه حاجه، وكان ده كله بهزار بس لا مش قدام اي حاجه. وبالليل مره واحده بيقول لها خد الفلوس اللي في قلب ارجو ومشي. فبتسال نيك هما كان بيقول لها 50,000 دولار، بتقول له خلاص تعالى خدهم. وفعلا بالله اللي بترميهم له على طول. بنشوف اللي راحت له وكانت عاوزه تقطع خلفه خالص. بالله فضل يتحايل عليها وبيقول لها لا، بس هي برضه بتمشي اللي في دماغها. وقام الجامعه وراح حته بسيطه وكان خلاص راح يقطعه، بس يفضل يتحايل عليها وفعلا بتسيبه بتمشي وبتنزل تحت. وبنشوف اللي واقفه مع داني وفضل اللي هم يتكلموا، وداني ما كانش راضي ياخد الفلوس خالص وهي ما كانش راضيه تاخده برضه. اما قال لا خلاص كل واحد ياخد 25,000، وفعلا كل واحد بياخد 25,000. وعلى طول بنشوف اللي مشت، وبنعرف على طول داني راح على الكازين وبيروح هناك يتآمر. وفعلا بلال اللي بيخسر اول جيمين وبيروح وبيشوف سويرس وبيقول لسويرس انا الحظ معاه النهارده وحش، وبيفضل يراجع نفسه. وفجاه قايم ورايح على الترابيزه تاني، وفعلا بيروح هناك ويبدا اللي هو يتآمر من تاني وبيكسب المره دي مره في مره لما بيجيب $500,000 وبيقول كفايه كده. وبيروح يقعد هو وسويرس على ترابيزه لوحدهم وبيقول له انت عاوز تشرب ايه؟ ميه زي كل مره ولا تشرب ايه؟ قال له لا انا عاوز اشرب فودكا. وفعلا بينزل الفودكا وخلاص راح عشان خاطر اللي هو يودي الكوين ويجيب بدلها فلوس. وفعلا بالليل اللي هو راح وكان خلاص هيجيب الفلوس، بس مره واحده الشيطان بيلعب في دماغه. عشان تعرف يا صديقي الفلوس حرام ما بتمشي. الشيطان بيلعب في دماغه وبيرجع تاني على الترابيزه وبيجي يلعب وبيخسر كل حاجه في اقل من ثانيه، وبيكون متعصب جدا وبيروح يشرب ويفضل يشرب كتير لما بيغمى عليه. وبنلاقي اللي سويرس واخده في الجناح الخاص بيه بيفضل يكلمه وبيقول له انا عاوز منك اللي انت بس تعلمني اي حاجه ادافع بيها عن نفسي وابقى شجاع زيك. بنلاقي النيك بيقول له انا ماليش دعوه بالحوارات دي كلها، عاوز تتعلم شوف لك اي حد يعلمك. بيقول له انت تاخد الفلوس اللي انت عاوزها كلها. بيقول له لا شوف لك حد يعلمك، وبيسيبه يطلع بره وبيروح يفضل يشرب. بس مره واحده بنشوف ان الرجاله دي دخلت عليه بيقول له بيبي عاوزك. بنلاقي اللي هو مره واحده اتنرفز عليهم نازل فيهم تخبيط ومش راحم ولا واحد فيهم، ولا دي فارق معاه ولا مين فارق معاه، وبينزلوا تخبيط في بعض. بس اهم حاجه فيه ما بيأذيش اي بت. وفعلا بالله اللي هو نازل تخبيط ومش راحم ولا واحد فيهم حرفيا، باي حاجه بتيجي في وشه وبيخلص عليها. كلش بيأذي اي حد بيجي يقباله الا اللي يكونوا بس بيهجموا عليه، وبيخلص على كله. بالله اللي الشرطه حضرت بس الشرطه ما تاخدوش، لا بتوديه عند بيبي. وبيبي بيبدا يكلمه بيقول له انت قتلت جنين وداني جه حكالي عن كل حاجه، انت عملت كده فعلا؟ قام قال له ايوه انا اللي عامل كده وما كانش قصدي، هو اللي اضطرني اللي انا اعمل كده عشان خاطر عايز صاحبتي. اللي على طول اللي بيبي خده وطلع عند داني وبيفضلوا يتكلموا مع بعض. وداني بيقول له انت قتلت اتنين من غير ولا سلاح ازاي تعملها؟ بالله اللي بيبي بيقول له عادي يعمل اي حاجه ما فيش اي حاجه بتفرق معاه. اللي هو كلمه بيبي بيقول له انت حق حصل كده؟ قام قال له ايوه عشان هو اغتصب صاحبتي. وفعلا داني بيقول له انا عملت كده فعلا وكانت خدت مني $50,000. بيقول له لا ما حصلش، وبالاماره اللي هي خدت الفلوس وادت له 25,000 وهي 25,000، وبالاماره كمان اللي هي معوراك من منطقه خاصه ما ينفعش الواحد يقول عليها. وبالله اللي كله بيضحك وداني بيسيبه مشي وهو ماشي بيقول له اعمل حسابك انا هخلص عليك. بالله على طول بعدها اللي داني واخد بعضه ومشى وبنشوفه في البيت وعلى طول بياخد العربيه بتاعته وبيتجه على طول على الكافيه اللي هو بيقف فيه على طول. وبنشوف اللي سويرس هناك وكان رايح ببطاقه سفر لامريكا وحاسس حسابه $500,000 اللي هو خسرهم. وداني بيكون رافض في الاول ويفضل ثابت على رايه كده لفتره من الوقت، بس مره واحده بنشوف اللي الرجال الداني وصلوا وكان معاهم سلاح وكانوا داخلين اصلا مخصوص عشان خاطر بس يموتوا نيك. مره واحده بنشوف اللي سويرس قام جاي قايم وقعد يغني وكان صوته وحش جدا كل اللي انتبه ليه، واصحاب الكافيه نزلوه بالعافيه. بس وقتها بيكون نيك هرب من مكانه. بنلاقي اللي داني بيقول للرجاله بتاعته اطلعوا اجروا وراه هاتوه، وفعلا كلهم بيطلعوا بره بس ما بيشوفوهوش. داني بيكون ده كله اصلا مستخبي فوقهم وبيفضل يسمع كلامهم والحوار اللي هم بيتكلموه كلاته. وبنشوف مره واحده اللي داني بيقول لرجالته انا عاوزك تجيبوا لي من تحت تحت الارض وتخلصوا عليه كمان. بالله اللي داني نزل من فوق وبيرحب بيهم وما بيرحمش وراح من بعدها يا صديقي نازل فيهم تخبيط بمعلقه وشوكه اللي احنا اصلا
ناكل بقى نيجي نمسكها بايدينا لا ده عوجل، بس ما بيكونش راحم ولا واحد، حتى اللي بياخد منه ضربه المعلقه بتخش جوه رقبته، يعني ما بترحموش حتى وبتخلص عليه. بس الكلام ده ما بيحصلش في امريكا، لا احنا بنلاقي مره واحده الرجاله كلها قامت تاني ونازلين في تخبيط، بس الكلام ده ولا واحد بينهض يلمسه اصلا، وبالليل اللي هو ناس في تخبيط، ده انتوا 5 رجاله على شخص، امال لو كنت اكتر هنعمل فيكم ايه بقى؟ ونازلين في تخبيط ما كانوش ناقدين عليه، وداني بيفوق على الكل وبيخلص على اي حد بيقف في طريقه عشان اللي ياخد المعلقه ما يقومش منها التاني، روح على داني هو كمان بالليل اللي هو نازل في تخبيط وقام جاي مخلص عليه، وفعلا بيخلص على كل الموجود وبيطلع تاني بره وبيروح يركب العربيه، وسويرس بيشوفه وبيروح يجري عليه وبيقول له هاتك تذكره السفر وابعت لك الفلوس على البنك، بيقول له هات، بيقول له انت اجدع صاحب انا شفته ما اتغيرش من طبعك خالص، وبيسيبه وبيمشي. وبس كده وصلنا من اخر فيلمنا. لو انت من معجبين الاكشن والاثاره اكتب لي تحت في التعليقات اعمل لك ايه الفيلم الجاي، واللي انت تقول لي عليه اكيد هعمله لك. فانت لما من محبين الاكشن والغموض اشترك عشان ما يفوتكش اي فيلم جديد، واشوفك الفيديو الجاي وسلام.